هاد الاشخاص اللي كتشوفوا قدامكم في هاد اللحظه بالضبط داكشي اللي شافت عينيهم يستحيل على ان شي واحد عنده ذره وحده ديال الانسانيه يدير هادشي اللي غادي تسمعوه بودنيكم. في سنة 2023 في نيو مكسيكو في هاد المستشفى اللي كتشوفوا قدامكم واحد الممرضة لاحظت على ان كاين بزاف ديال الدم وهي تقولها للناس اللي خدامين معاها. بطبيعة الحال جاو كيجريو يتفقدوا منين جاي هاد الدم هذا وما يلقاو على ان هاد الحمام كله عمر دمايات. تقول غير شي واحد صفاها لشي حد في هاد البلاصه هادي واستعنوا بالمنظفه باش تنظف داكشي اللي قدام عينيهم بلا ما جاو البوليس. داكشي علاش غادي نقول لك تبع معايا من الاول حتى الاخر باش تفهم كلشي. المنظفه مني بدات في التنظيف ديالها مشات ديريكت لهاد الطارو ديال الزبل وفي اللحظه اللي حلاتو غادي تصدم وغادي تلقى وليد صغير يلاه تزاد وملاوح في داك الطارو ديال الزبل. وهنايا في هاد اللحظه كلشي تصدم وحتى شي واحد ما توقع على انه غادي يشوف هادشي اللي شافت عينه. بطبيعه الحال الممرضين حاولوا ما امكن على انهم ينقذوا الطفل ولكن مع الاسف الطفل كان توفى وكلشي بقى فيه داك الوليد الصغير. وفي هاد اللحظه هادي البوليس مشاو لداك المستشفى. اول حاجه داروها مشاو للكاميرات ديال المراقبه وتفقدوهم كاملين وداكشي اللي شافوه غادي يصدمهم ديال بصح. اكتشفوا على ان اخر واحد دخل الحمام هو هاد البنت هادي اللي كتشوفوا قدامكم واللي كيتبين على انها كتوجع ومني دخلات لتما بقات لواحد المده طويله ولكن حتى شي واحد ما توقع لان هاد البنت هادي دخلت لذاك الحمام وولدت وليد وخرجات. وهنايا في هاد اللحظه اجيو معايا نتعرفوا على شكون هاد البنت هادي. هاد البنت هادي الاسم ديالها اليكسا عندها 19 عام وجات هي والام ديالها لهاد المستشفى هذا والسبب كان هو ان ظهرها كيضرها. وفي هاد اللحظه الممرضين مشاو عند اليكسا وطلبوا منها على انهم بغاو يهضروا معاها وبلا شك عرفوا داكشي اللي دارت وواجهوها بالحقائق كامل. ولكن الممرضين كان الهم ديالهم الوحيد هو انهم ما يفقدوش الروح ديال اليكسا بحكم انهم فقدوا ابن صغير وخصهم يوقفوا النزيف حتى يساليو هادشي كامل غادي يحققوا معاه ويعرفوا السبب الحقيقي ديال هادشي اللي دارت. وفي خلال دقائق معدودة غادي يلتحق بهم الصديق ديال اليكس. وهنا في هاد اللحظة بحكم ان الصديق ديالها جا فقالوا احتمال كبير على ان هذا هو الاب بالخصوص على انهم معاشرين مع بعضياتهم لمدة طويلة. هاد الصديق الاسم ديالو ديفيد مني واجهوه بالحقائق صدمهم وقال لهم انا ما عارف والو على هاد الحمل اللي كتقولوا. المهمة الوحيدة اللي عندهم هو انهم ينقذوا الحياة ديال اليكسا بحكم انها كانت كتنزف بزاف وما يستعنوا بواحد الهليكوبتر هزوها وداوها لاقرب مستشفى كاين تما. والمشكله ماشي هنا، المشكل هو ان التسجيل ديال الكاميرات ولا كلشي عارف القصه ديالها وشنو دارت في الابن ديالها. ولكن الصدمه القويه هو ان الناس كانوا متعاطفين معها. فشنو هو السبب اللي خلاهم يتعاطفوا مع هاد البنت هذه مع العلم ان داكشي اللي دارت يستحيل على ان شي واحد بكامل قواه العقليه يقوم بهذا الشيء. ولكن ملي خرجت القصه كامله للعلن وكلشي عرف شنو دارت حتى شي واحد ما غيبقى يحملها. خلونا نرجعوا بالزمن لور مني كانت حامله بهذا الابن هذا. فشوفوا معايا هذا الفيديو وغادي تخرجوا بالخلاصه غير من عقلكم. فكيفاش هاد البنت هذه باين على انها حامله حتى شي واحد ما شك فيها. ولكن هاد الشيء كامل مع الوقت غادي يبقى كيبان. واحد النهار اليكس حسات بواحد الحريق اللي ماشي عادي وهي تطلب من الام ديالها لانها تمشي للمستشفى والسبب كان هو ان ظهرها كيضرها. وبالفعل الام ديالها هزات البنت وداتها للسبيطار. الدكتوره لاحظت على ان الكرش ديالها ماشي عاديه وبغات تقلبها وما خلاتهاش. سولتها قدام الام ديالها بصريح العباره واش انتي حامله. انا في هذه اللحظه بدات كتغوت قلت لها لا هادشي ما كاينش. الام ديالها حتى هي ما كان عندها حتى 1% ديال الشك على ان بنتها تقدر تكون حامله. وهنا في هذه اللحظه الدكتوره بقى لها حل واحد هو انها تاخذ عينه ديالها وتفحصه. وبالفعل داكشي اللي كان في الذهن ديال الممرضه هو اللي وقع. لقات على ان اليكس بالفعل حامله وما باقي لها والو غادي تولد. ومني واجهوا الام ديالها ما بغاتش تقبل الواقع. ما يمكنش على ان بنتي تكون حامله غير تاكدوا من هذا الشيء. اما الدكتوره فقالت لها بقى لنا حل واحد هو اننا ناخذوا عينه من الدم وهذا الشيء اللي غادي يخرج لنا من هذه العينه اللي غادي ناخذوها من الدم ديال اليكسا اي نتيجه خرجات راه هي الواقع والحقيقه. وهنا غادي نتاكدوا
نتاكدوا 100% لان بنتك بالفعل حامله، وإلا كان العكس راه غادي تشوفي داك الشيء بعينيك. وقبل ما ياخذوا العينه ديال الدم، اليكس طلبت منهم على انها هو لابد خصها تمشي للحمام. مشات كتجري للحمام، لاحظ الدكتور على ان اليكس تعطلات، ولكن في نفس الوقت الدكتور كان خايف على ان البنت احتمال كبير على انها دير شي حاجه في راسها، بحكم انهم كانوا متيقنين على انها حامله وتكون خافت من الام ديالها وتمشي دير شي حاجه في راسها في وسط داك الحمام. داكشي علاش اضطر على انه يمشي ويدق عليها، اما هي فجاوبته بصارح العباره وقالت له على انني كنعاني من اسهال، باغي خليني على راحتي نقضي حاجتي. الدكتور بطبيعه الحال ما غاديش يبقى واقف تما كينسينها حتى تقضي حاجتها، داكشي علاش خلاها فرحتها. ولكن اليكس كانت كتولد، ومن تزاد الابن شداتو عطاتو في واحد الكيس، اما الحبل السري ديالها فبيديها قطعاتو وبلا حتى شي آلة حادة، وخرجت من الحمام كأن حتى شي حاجة ما وقعات، ومشات للبلاصة ديالها وجلسات. اما الابن فرا كان لوحاتو في الطارو ديال الزبل بواحد الوحشية كبيرة، ويستحيل على ان شي ام تقوم بهذا الشيء اللي دارته اليكس. وبالرغم من هذا الشيء كامل اللي دارت، واللي انت اللي كتسمع في هذا الفيديو هذا غادي تقول ان هاد البنت هذه خصو يتحكم عليها باقصى العقوبات، نهات حياة ديال طفل صغير بواحد الوحشية اللي كبيرة. الا انني غادي نصدمك وغادي نقول لك انه من بعد ما تعالجات ما تحكم عليها بحتى شي حاجه، بل انها خرجات معززه مكرمه ومشات للدار ديالها. وماشي غير هذا الشيء، بل انها حضرات الحفل التخرج ديال الصديق ديالها كأن حتى شي حاجه ما طرات. ولكن هذا الشيء ما غاديش يطول. في 10 ماي 2023 غادي تخرج الحقيقه للعلن، والبوليس غادي يتجهوا للدار ديالها وغادي يدقوا وغادي تخرج الام وغادي يقولوا لها خرجي من اليكس راه الاعتقال. وداك الشيء اللي طرا، ولكن الام ديالها حاولت ما امكن على انها ما تعطيهمش البنت ديالها. She under arrest for? She is warrant for arrest. Okay? For what? That's all I'm gonna tell you. Okay? What do you mean that's all you're going to tell me? She's over the age of 18. I understand that, but I have a right to know as well. We'll tell you that, but we Okay, then need let the me know corporation. now. We need the corporation. Let me know now. I'm giving you the corporation. I told you answer my question. What is she under arrest for? Like I said, she's over the age of 18. Like, that we can't relinquish that information. But bring her out here, we'll tell you. What is she under arrest Bring her out here, for? we'll tell you right now. No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under arrest She's for. gonna get arrested regardless now. I mean, this is, I don't know why you're... For what? For what? For what? You okay with telling me? Tell me. Homicide. Open count of homicide. And tampering with evidence. Tampering with evidence? Yes. At the hospital? وبالرغم من ان الام ديالها حاولت تقاوم الا انهم داوها معها، ولكن اللي غادي يثير الانتباه ديال المحققين ما استوعباتش داكشي اللي دارت، انها نهات حياه ديال طفل صغير وكتجاوبهم بكل بروده بحال لا ماشي ولدها هذاك اللي قتلات بوحشيه ولحتو في الطارو ديال السبب. وماشي غير هذا الشيء، بل ان الام ديالها حتى هي كتعامل معاهم لان بنتها بريئه. نقولوا كاع اليكسا مازال صغير، ولكن الام غادي تحس بداكشي اللي دارت بنتها. ولكن اليكسا تحكمات بواحد الحكم اللي غريب شي شويه، بالرغم انها نسبت لها التهمه ديال القتل العمد من الدرجه الاولى، الا انها تحكم عليها بانها تمشي للمدرسه ديالها وما تخرجش منه وما تحاولش على انها تخرج من المدينه. من بعد مده طويله خرج التقرير النهائي وقالوا بان داك الفيديو اللي انتشر في السوشيال ميديا ديال اليكسا ماشي دليل كافي اللي غادي يثبت عليها التهمه. في القانون هذا المستشفى هذا خرق الاتفاق اللي كلنا عارفينه، وهذا الفيديو هذا فرا كيتعتبر من الخصوصيات. فرا تنشر المقطع ديال الفيديو بلا ما ياخذوا الاذن من اليكسا. وماشي غير هذا الشيء، بل ان العائله ديال اليكسا رفعوا قضيه عليهم واتهموهم بتشويه الصوره ديال البنت ديالهم، واتهموها بالقتل ديال الابن ديالها، بالرغم انها هي ما دارتش هذا الشيء، وانهم هما السبب في هذا الشيء اللي وقع. فرا التقرير ديال اليكسا خرج بمده طويله قبل ما يقولوها للام ديالها، ولو كان خبروهم بداك الشيء اللي وقع ما كانتش اليكسا غادي تولد الراسها، وهذا الشيء غادي يثبت عليهم التهمه انهم هما اللي فرطوا. اما السؤال المطروح لكم نتوما، واش اليكسا تستاهل انها تدخل للسجن او لا كانت ضحيه؟